ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم فيديو ممتاز. هعمل لكم فيديو فيه تجمعات للاكلات اللي كنت بعملها لكم، اكلات جميله جدا. تعالوا نشوف فيها ايه. فيها ممبار وفيها لحمه راس وفيها مكرونه. تعالوا نشوف هنعمل ايه. انا من عشاق الاسباجيتي قوي، يعني احلى مكرونه. انا من طبعي مش بحب اي مكرونه وخلاص، بحب المكرونه الاسباجيتي. تعالوا نشوف دي نوعيه مكرونه. هنشوف هنعملها ازاي. عندي بصل وفلفل، عندي صلصه، عندي طماطم، طبعا المكرونه والتوابل وجبنه موتزاريلا. تعالوا نشوف هنعمل ايه. عندي بقى المكرونه هجيبها هسلقها في شويه ميه قليلين، مش هكتر الميه. هحط المكرونه الاول وبعدين هحط الميه. الميه مش هتبقى سخنه، الميه هتبقى من الحنفيه. ليه بقى؟ بصوا بقول لكم الميه مش سخنه، الميه من الحنفيه. احنا كلنا بنحط الميه تغلي وبعد كده نحط المكرونه. طب تعالوا نجرب العكس ونحط المكرونه من غير ما الميه تكون سخنه. يا ترى هتعجن، يا ترى هتبوظ ولا هتبقى حلوه؟ طبعا انت شفتها في اول الفيديو كانت زي العسل. هحط البصل واسيبه يتحمر كويس جدا. بعد ما احمر البصله هبتدي بقى ان انا احط ايه؟ الفلفل. واكيد كلنا بنعمل كده، بنحط البصل وبعد كده الفلفل، وبعد كده لما تبتدي تدبل كويس جدا ببتدي ان انا احط البصل. هحط التوابل، الملح والفلفل الاسمر. انا عايزه اقول لكم الفيديوهات دي كانت رائعه بجد. هبتدي ان انا احط الصلصه بتدي اساسا اللون. ولازم الصلصه لما تيجي تحطيها تسيبيها دقايق عشان المواد الحافظه اللي فيها تروح. هتبتدي بقى ان انت تحطي الطماطم وتحطي معلقه سكر عشان الحموضه بتاعه الطماطم، وهتسيبيها تغطيها لحد ما تتسبك. كده المكرونه قربت تغلي، يبقى انا سلقت المكرونه من غير ما الميه تغلي. تمام. بصوا شكل المكرونه بقى جميل ازاي. انا بحب المكرونه وبالذات الاسباجيتي تستوي كويس جدا. خلاص هي استوت واتسلقت من غير ما اني انا هحط زي ما قلت لكم هغلي الميه. بصوا بقى خلاص هي اتسبكت بقى كويس. تعالوا بقى ايه، نحط شويه جبنه موتزاريلا كده على الوش عشان تدي طعم حلو وريحه. قلبي كويس. قولولي لو انتوا عاوزين ارجع لفيديوهات الاكل ولا خلينا مخبوزات. اللي يعجبكم قولولي عليه. بصوا بقى كده خلاص انا جبتها وحطيت عليها على الوش موتزاريلا. بعد ما كبيت تاني حطيت موتزاريلا تاني. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه. بصوا بقى. لو عجبكم الفيديو ارجو الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه تاني. هنعمل لحمة الراس، ويا جمال لحمة الراس، ويا ريت ايامها ترجع تاني. بجد كنت بعمل شوية لحمة راس محدش بيعرف يعملها. انا بجيب لحمة الراس زي ما انتم شايفين كلها لحمة حمرا اهي عشان ما تقوليش، بس لازم الاول اعمل لها تركاية حلوة. انا بحط مية تغلي، لازم تكون مية تغلي زي ما انتم شايفين. بعد ما تغلي وبعد ما حطيت المنكهات اللي انتوا شفتوها والقراولة حبهان، لو في عود قرفة ماشي بتطلعيها بقى. يعني احنا بلغة الصعايدة بنصمتها، يعني بنحطها في مية سخنة شوية علشان الدم بتاعتها، عشان الزفرة تطلع. هي مش زفرة ولا حاجة. وبتبتدي بقى ان انت تغسليها زي ما انت شايفة على الحوض تنضفيها كويس جدا. بالله عليكم لو عاوزين الفيديوهات دي ارجعها تاني قولولي، وانا ارجع اصور تاني الفيديوهات دي اللي هو طبخ. لو انتوا مش عاجبكم الخبز، يعني ممكن نخلي الخبز يوم في الاسبوع وبقيه الاسبوع اكلات زي كده. حاولي بقى ان انت تشيلي الحته دي، لازم تشيلي منها اللي بتاع اللي بره دي، وبتقطعيها كده فيها دهنه وفيها تراب وفيها حاجات كده لازم تشيليها. ما تخليش اي حاجه فيها. لحمه الراس بالذات غير اللحمه الصافي. اللحمه الصافي انت بتجيبيها تغسليها تحطيها في الحله على طول. تعالي نشوف بقى هنعمل ايه. عندي ورق لورا وحبهان وعود قرفه، هتقلبيهم كويس جدا وهتبتدي تحطي لحمه الراس زي ما انت شايفه، وهتقلبي كويس جدا بقى في لحمه الراس كانك بتعملي لحمه صافي عادي، كأن مفيش اي حاجه. فلفل اسود، 7 بهارات وملح وفلفل. هتحطي كمان بصله وطماطمايه زي ما انت شايفه. هتبتدي تقلبي كويس جدا وهتبتدي بقى تحطي الميه وهتسيبيها تغلي. هتغطيها وتسيبيها تغلي. يعني احنا بنسلقها سلقتين. اول سلقه بتقعد 10 دقايق في الميه، وتاني سلقه بتاخد الوقت بتاعها الاساسي، وبتسويها 3/4 سوا، مش بتسويها تسويه كامله.
ليه بقى؟ لان انت لسه هتسويها في التسبيكه. بتجيبي بصله وتحطي قرن فلفل وشويه زيت طبعا او سمنه اللي عندك، وتبتدي بقى تقلبي البصله كويس جدا زي ما انت شايفه لحد البصله ما تاخد ايه سوا كويس. هتبتدي، انا هعمل باميه اصلا. هتبتدي تعملي الباميه. طبعا لحمه الراس انا بحطها لوحديها بعيد عن الباميه. هتبتدي، انا بقى طريقتي في الباميه مختلفه تماما عن بقيه يعني الاكلات. الباميه انا بحمرها كويس جدا وبحطها فص توم كمان لحد الباميه ديت اهي، فص توم لحد الباميه يكون متقطع شرايح، لحد الباميه دي ما تتحمر كويس قوي مع البصله. تمام. هيكون عندي طماطم، هيكون عندي طماطم. طبعا الباميه خدت وقتها. هيكون عندي طماطم ضربها في الخلاط. انا ما بصفيش الطماطم، يعني ما عنديش الاوبشن بتاع تصفيه الطماطم دي لسبب واحد. في ناس ما بتحبش القشر والبذر، انا معاكم، ولكن انا شايفه ان الطماطم كلها ليها فايده لازم تاخدها. طيب عندي بقى، هبتدي اعمل بقى التسبيكه بتاعت لحمه الراس. عندي بصله، هبتدي بقى ان انا احمرها كويس جدا، واحط ملح وفلفل نفس اللي حطيته في تسبيكه الباميه، ما عدا التوم. انا بحطش توم لحمه الراس، ملح وفلفل وكزبره. الكزبره دي وسبع بهارات. الكزبره دي بتدي طعم يا جماعه فوق ما تتخيلوا لاي حاجه فيها طماطم. وكمان للباميه والملوخيه لو انت تعملي طشتها بتبقى جميله. طبعا انا شفت هي لحمه الراس زي ما قلت لكم، هحمرها شويه مع البصله. بصوا شكلها وطعمها، واساسا ريحتها جميله جدا لان هي زي ما قلت لكم خدت المنكهات في الميه، وكمان انا طلعت منها الزفاره بان انا حطيتها في ميه سخنه في الاول. تمام. هقلب كويس جدا، وبعد كده هحط الطماطم زي ما انتم شايفين. هحط الطماطم وهبتدي اقلبها واسيبها بقى تتسبك وتاخد وقتها في التسبيكه. يعني عاوزه اقول لكم انا لسه كمان هحطها في الفرن. هحط الباميه اهي في الفرن. الباميه بعد ما خلصتها عملت طشه تومه وهحطها فوقيها، وهحط الطاجن الباميه ده في الفرن ياخد وقته. او حطيت الباميه في الفرن وحطيت البطاطس في الفرن وطلعتهم. بصوا الجمال، بصوا الشياكه، بصوا الحلاوه، بسم الله ما شاء الله. تعالوا اتفضلوا معانا. لو عجبكم الفيديو ارجو الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. وتعالوا نشوف بقى هنعمل ايه تاني. بسم الله ما شاء الله. هنعمل الممبار ان شاء الله. بصوا عامله ممبار وعامله ورق عنب. ايه الجمال ده. بصوا بقى، انا عندي ورق العنب لازم اغسله الاول كويس جدا قبل ما اسلقه. بعد ما بغسله كويس جدا لازم تعملي حسابك ان انت لازم تغسليه هو ومكتف كده، بس تغسليه كذا مره وتحطيه في الميه وتغسلي ما بين الورقات، علشان خاطر ورق العنب دايما بيبقى ايه في تراب. طيب الممبار هجيبه واحطه في ليمون الاول، ميه وليمون، وابتدي بقى اقلبه عشان ابتدي انضفه. هبتدي ان انا اقطعه لان انا ما بنضفوش وهو كبير كده. في فيديو عندي تنظيف الممبار كامل وبرده جايب مشاهدات حلوه. طبعا انا سبكت التسبيكه قدامكم، عملت التسبيكه كامله. بصل، بحط توابل 7 بهارات، ملح وفلفل وكزبره، بحط بصله مبشوره. كل ده بحطه. انا ما بحبش الممبار نايف ني ابدا، ولا ما باكلوش نايف ني. زي ما انتم شايفين خلاص انا سلقت حشيت الممبار. هبتدي احط ملح وطماطم وبصل، المنكهات الطبيعيه اللي انت بتحطيها لاي شوربه، بس اللي بتفرق ان انت بتحطي طماطميه حلوه كده عشان تدي لون. ولو كمان في معلقه صلصه من تسبيكه المحشي تبقى خرافه. بصوا انت اول ما بتحطيه هو بيقفل، ده احلى حاجه في الممبار. بصوا خلاص انا بقول لكم هو خلاص قفل، مش محتاج ان انت بقى تخافي ولا تعملي، انت حطيه ومالكيش دعوه. ورق العنب خلاص انا حشيته وحطيته في الحله وحطيته على النار يستوي. خلاص ورق العنب استوى. الممبار بقى هبتدي ان انا احمره كويس جدا زي ما انتم شايفين. هبتدي ان انا اقلبه. الممبار طعم خرافه بجد يعني. مع ورق عنب انت ممكن تعملي جنبه بس ممبار وتحشي بطاطس وشويه صوصات وخلاص. ممكن تعملي بقى ممبار وورق عنب وبتنجان وفلفل وكوسه تبقى قاعده بقى. كنت عامله جنبه كمان صينيه بطاطس وجنبه فراخ، كان خرافه. ارجو الاشتراك وتفعيل الجرس. تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. انا بحب الفريك جميل جدا. تقريبا انا مش عارفه هعمل الفريك ولا هعمل حواوشي الكداب. هعمل حواوشي الكداب. عندي في الخلاط هحط البصل الاول في الكبه، لان الكبه بتاعتي كانت صغيره. هحط البصل الاول، وبعدين هبتدي ان انا احط الفلفل الالوان
البصل والفلفل الالوان حطيته. هبتدي بقى ان انا اضرب الفريك في الخلاط حبه بحبه، او زي ما انتم شايفين بتنعمي الفريك قوي لان انت هتعمليه حواوشي. عاوزه اقول لكم ان الحواوشي الكداب ده انا ابني ما صدقش ان ده مش لحمه، لان الفريك سواء الفريك او البرغل بيعملوا نفس الطريقه. ادى طعم اللحمه بالظبط. هبتدي ان انا بقى افرم بقى الفريك كويس جدا. انا عايزه اقول لكم ان الحواوشي ده انا عامله منه حواوشي كذاب وكفته كذابه، عاوزاكم تشوفوها في الفيديوهات، بجد بجد خرافه. عندي بقى توابل ملح وفلفل وكزبره وتوابل المحشي، توابل الحواوشي اسفه. بصوا بقى، بتبتدي ان انت تمكسيهم مع بعض كويس جدا. وعندك الرغيف العيش اهو فاتحاه كله. بص ببتدي ان انا هعمل لكم رغيف صغير الاول. الحشوه بقى بتاعتك عايزه تكتريها عايزه تقلليها، بس هي طعمها حلو جدا. اقسم بالله في اليوم ده عيالي ما كانوش مصدقين ليه، لما كان يعني الكبير فاهم ان ده فريك مش لانه طعم، لا لانه انت بتفتحي العيش. الفريك مهما بيتطحن ما بينعمش قوي. عاوزه اقول لكم كان في منتهى الجمال بجد. بص بقى، بص الحلاوه. الفرق بقى بين الحواوشي اللحمه والحواوشي ده، بتحطي حته زبده مع حته سمنه وبتدوبيها كويس، وبتبتدي بقى تحطي بقى ايه العيش عشان تحمصيه. تقدري تحطيه في الفرن، بس انا بشوف ان الحواوشي بره يعني على البوتاجاز احلى بكتير من الفرن. هتبتدي بقى كل لما يجي يتحمر تقلبيه على الناحيه التانية. بصوا قولوا لي بقى ايه الفرق بينه وبين الحواوشي اللحمه او الفراخ؟ مفيش فرق. قلبي بقى كويس زي ما انت شايفه. كان طعمه خرافه، وكل اللي كانوا ما صدقش ان دوت اساسا مش حواوشي. حاولت في اليومين دول تعملي حاجات تخلي الولاد تنجذب ليها. هكملهم كلهم بقى اللي انا عملتهم زي ما انتم شايفينه. هبتدي ان انا اقلبهم. اول ما يحتاج زيت او حته زبده بتحطي اهو. ده خلصته. بصوا لسه اهو. بصوا الشكل حلو ازاي. بصوا 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 الجمال. بصوا الحلاوه بجد حلوه قوي. بصوا لو جدع حد يقدر يفرقه بقى. ممكن تحطي لون احمر لو انت عاوزه تخلي الحواوشي كانه لحمه. ارجو الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. بصوا بجد طعمه حلو. طب تعالوا نشوف بقى اخر حاجه هنعملها، هي صينيه الوراك بالبطاطس، او صينيه الوراك تقريبا من غير بطاطس مش عارفه. تعالوا ولوبيا، لا عامله لوبيا ورز وصينيه وراك في الفرن. تعالوا اقول لكم الطريقه. انا الاول هعمل تتبيله الفراخ. عندي صلصه وتوابل ملح وفلفل وكزبره وسبع بهارات. وعاوزه اقول لكم لازم تحطوا الكركم والكاري. انا بحط الكركم والكاري بيدي للفراخ طعم تاني مختلف تماما. هسيب التتبيله بقى شويه تاخد في الفراخ. عندي بصل، عندي فلفل، ده كله للفراخ بردك. هاجي على النار بحط البصل واسيبها تتحمر كويس. اقلب البصل كويس جدا زي ما انتم شايفين على النار. وبحط الفلفل، اي بقى عندك فلفل الوان حطي، احمر واخضر ده اللي كان عندي. هبتدي ان انا احط التوابل اللي وريتها لكم اول فيديو، ملح وفلفل وتوابل وسبع بهارات اهو. وبحط الملح في الاخر. هبتدي بقى ان انا اقلبها واحط كمان طماطمايه. كل ده على النار تمام. الفراخ في التتبيله بتاعتها اهي. بصوا بقى هناخد الفراخ بعد ما قعدت نص ساعه في التتبيله. هبتدي بقى ان انا اعمل كمان شويه فريك. هحمر الفريك مع البصله كويس جدا، وهبتدي ان انا احط لها شويه ميه قليلين واغطيهم واسيبهم يستووا. عندي كمان ده، انا عندي كمان فراخ احشيها ولا زغاليل دي مش فاكره. ايوه كمان عندي زغاليل. هبتدي ان انا احشيها، وهبتدي بقى ان انا احط ايه المنكهات بتاعتها زي ما انا قلت لكم، ملح وفلفل وقرفه، وكله بيتحط في الشوربه زي ما بتحطي في الشوربه العاديه، وبتحطيها على النار وتسيبها تتسلق. يبقى انا عندي زغاليل وكمان فراخ ولحمه فراخ ولوبيا ورز. دي بقى اكيد دي حاجه اللوبيا. هعمل الطماطم التسبيكه، احط ملح وفلفل، وهبتدي ان انا اقلبها كويس جدا.
لحد ما تتسبك وهبتدي تتحمر كويس جدا، وهبتدي ان انا احط الطماطم اهو زي ما انتم شايفين. البصله مش محروقه ولا حاجه، ده هي خدت ايه وقت كبير تحمير. هبتدي بقى انا اسيبها تتسبك كويس جدا. بعد ما تسبكت زي ما انتم شايفين هبتدي ان انا احط اللوبيا اللي كنت سلقاها، هبتدي ان انا اقلبها. اللوبيا هقول لكم سلقتها سهله جدا. هبتدي ان انا اعمل رز، هقول لكم اللوبيا بتتعمل ازاي. هقول لكم الرز الاول هعمل فيه ايه. انا بحط شويه قليلين، لو ان كيلو رز بحط مثلا كبشه ايد رز، بسيبها تتحمر كويس جدا او تتفلفل، وبعد كده بحط الشوربه والميه والملح. اللوبيا انا بحطها واغسلها كويس جدا واحطها على النار واسيبها تتسلق ادوبك تغلي غلوتين واطفي عليها. بصوا بقى، شفتوا الفراخ؟ بصوا الفراخ منزله صوص وطعم خرافه. بصوا جمالها. وبعدين ادي البطاطس، قصدي الرز الرز اللي بيفلفل، شوفوا حبه بحبه ازاي. وادي اللوبيا. بجد لو الفيديو عجبكم ارجو الاشتراك وتفعيل الجرس، وايه رايكم في التجمعات، وقولوا لي اعمل فيديوهات قديمه ولا لا. سلام.